قالوا لي يا ماما عايزين نتغدى كشري النهارده. قلت لهم من عيني. اتصلت بمحل الكشري، قال لي الطبق ب25 جنيه. طب ما نيجي نعمله في البيت وهيكلفنا اقل من ده بكتير. طب يلا بينا نشوف المقادير هتكون ايه، يلا بينا. في الاول خالص هبدأ بالبصل اللي هو الورد، علشان الزيت اللي هيطلع من البصل هنستخدمه في كل المكونات. في الاول هنجيب بصلايه ونبشرها او نقطعها جوانح، وهننزل بمعلقه نشا ونص معلقه ملح ونقلبهم كويس. وهيكون معايا الزيت اللي هستخدمه الكميه اللي انا شايفاها صح، اللي انا هستخدمها في الرز وفي الحاجات بتاعه الكشري، وتسخن. وهنزل بالبصل في الاول خالص، حركيه بسيط خالص وسيبيه ياخد لون. شايفين لونه ذهبي ازاي؟ قلبي اول ما يبتدي ياخد لون الذهبي، قلبيه تقلبتين وطلعيه على مناديل. صوته، سامعه الصوت؟ يلا بينا بنفس الزيت بتاع البصل، وهننزل هنعمل الصلصه. ننزل بحبه، وهيبقى معايا بصله او بصلتين، يفضل كمان البصل الابيض عشان بيبقى طعمه مسكر. وهنزل في الزيت بعد ما يسخن، وانا عايزه اللون بتاع البصل يكون لونه اصفر. وهنزل دي طماطم انا مفرزاها، يعني بقيت عصير طماطم. ومعايا كمان 3 اكياس صلصة عشان تدينا اللون الحلو. كمان انا هعمل حوالي لتر من عصير الطماطم، هنزل بيه كمان على الصلصة. نديها تقلبتين. هنزل كمان بمعلقة توم، معلقة كبيرة. على فكرة محلات الكشري ما بتعملش عليه بصل، بتحط له توم بس. انا بحب البصل والثوم. انت عايزه تعملي بصل بس توم بس، خلاص. دي كمان معلقه سكر عشان تعادل حموضه الطماطم. ودي معلقه ملح. ظبطي انت ملحك. شايفه لون الطماطم جميل ازاي؟ لما بتحطي عصير الطماطم الفريش مع الصلصه بتبقى لونها خطير. نسيبها تستبك شويه مع بعضيها، ويلا بينا نعمل الرز. قد ما هتعملي الرز هتحطي الشعريه، يعني كوبايه الرز هتاخد كوبايه شعريه. هنحمرها تاخد اللون الذهبي الحلو ده. وننزل بالرز، انا غاسله الرز ومصفيه كويس. نقول تاني، كوبايه الشعريه ليها كوبايه رز. هنقلبها. هنا حمرنا الرز كويس، وهخلي كمان حوالي معلقتين من العدس اللي انا سلقته عشان بيدي اللون للرز كويس مع الميه المغليه. ونقلب ونظبط ملحنا، ونلاحظ كمان ان المية العدس فيها ملح، فما نكترش الملح. انا ما سلقتش قدامك العدس ولا الحمص لان كلنا عارفين بنسلقهم ازاي. كمان دي معانا مية المكرونة، وهحط كمان منها معلقتين من مية العدس تدي لون حلو للمكرونة. كل المحلات بتحط المية دي. معلقة الملح ومعلقة زيت عشان المكرونة ما تعجنش. نقول تاني، مية العدس بنخلي منها حبة بنحط منها على شوربة الرز، وبنحط منها على مية المكرونة. معايا المكرونة وانا بشكلها. بصي المكرونة الطويلة دي جميلة في الكشري، دي بتلاقيها ممكن عند العطار. وكمان المكرونة الاسباجيتي انا بقطعها على 3 انصاص. بصي اي مكرونة عندك انت ممكن تحطيها، مكرونه سباكيتي، مكرونه خواتم، مكرونه هلال. اي مكرونه كشري على فكره ما بيقولش لا. اي مكرونه عندك في البيت استخدميها هتبقى حلوه. خلاص مش عايزاها نستوي قوي ونصفيها. هنعمل بقى دقه الكشري. معايا ميه مغليه ونص كوبايه خل.
انا بعمل الدقة هنا على البارد ومعايا ليمونتين. بعمل الدقة على البارد، ما بحمرش التومة. يا دوب المية بس تكون بتغلي. معلقة كزبرة، معلقة كبيرة توم، معلقة كمون. نظبط الملح، وكمان اللي بيعادل المزازة بتاعة الخل مع الليمون هنحط حبة سكر. حبة سكر لازم تحطيها في الدقة عشان المزازة دي تروح شوية. الدقة يا بنات جربوها بان انتوا ما تحمروش التوم على النار، هي دي التركية الصح. خلاص، يبقى احنا نزلنا بمعلقة الملح ونص معلقة السكر، وظبطي انتي برضو ملحك. خلاص الدقة بقت جاهزة معانا، شكلها تحفة وطعمها جميل. يلا بينا نجهز كمان الشطة. هناخد كمان معلقة كبيرة من الشطة، وانا كمان هحمرها في زيت برضو الكشري، زيت البصل، معلش، زيت البصل اللي معانا عشان يديها نكهة حلوة. بصوا بقى، احنا بالدقة دي بننزل بشوية على الشطة وبنغليها، بس انا عشان الاولاد فانا هبطشها بره في الهوا، ممكن في البلكونة. خلاص بقى، يلا بينا نجهز طبق الكشري الكبير العظيم ده. هننزل بالمكرونة وبالرز. لو حبيتي تشتري الطبق الكبير ده من بره هتشتريه بكام وبقد ايه؟ لا، وكمان مش هيبقى بالحلاوة ولا بالنظافة بتاعة البيت. كمان ننزل بالصلصة. اللي حابب بقى، اللي بيعمل رجيم، ممكن هيقول مش هاكل كشري، لا، خدي 3 معالق مكرونة، 3 معالق رز، خدي 5 أو 6 معالق عدس، 6 برضو معالق حمص، وبالهنا والشفا. ما تقوليش انا مش انا عامله رجيم فمش هاكل، لا كلي، الرجيم مش حرمان. يلا كمان ننزل بالبصل. البصل طعمه جنان. شايفه لون الشطه تحفه. وبالهنا والشفا على قلبكم. ان شاء الله اشوفك على خير، فيديوهات تانية كتير. ما تنسيش تدوسي اللايك، ومع السلامه.